إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج غايات قرآنية، هذه هي الحلقة 28 من حلقات هذا البرنامج الذي ظل يتواصل طوال الفترة الماضية، وستكون إن شاء الله هذه الحلقة خاصة عن غاية مهمة جدا من غايات كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي غاية الرشد. غاية الرشد. لاحظنا بأن الغايات كلها تتداعى يعني تتساند فيما بينها وصولا إلى الغايات الكبرى والغايات الأعظم. ونلاحظ أن غاية الرشد من الغايات التي تستجمع فيها إلى حد كبير تلك الغايات التي كنا نتحدث عنها لتصل بالإنسان إلى أن يكون راشدا، أي يكون محققا لمفهوم الرشد في القرآن الكريم. هذا المفهوم من أهم ما يتميز به أن الغايات السابقة كلها تكون قد أثرت على الإنسان، شكلت وجدانه، شكلت قناعاته، شكلت كذلك مشاعره، وبالتالي تحول هذا الإنسان مع هذه المسيرة الطويلة لغايات كتاب الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون راشدا. هنا نلاحظ لما يصل الإنسان إلى غاية الرشد، يحصل فيه شيء معين، وهو يحبب إليه الإيمان، يزين ذلك في قلبه، يبغض إليه، ويكون كارها للكفر والفسوق والعصيان. يقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا نحن الآن في مرحلة متقدمة جدا، لما يصل الإنسان يخرج من دائرة المدافعة بين الطاعة والمعصية، ويخرج ما بين المدافعة بين الخير والشر، ليصل إلى مرحلة النفس المطمئنة التي استقرت على حالة واحدة، وهي حالة الطاعات، حالة الاستقامة، حالة السير على هدى الله سبحانه وتعالى. هنا يصل الإنسان إلى مرتبة الرشد، فهنا يحبب إليه الإيمان، يعني خلاص، ويزين ذلك في قلبه. وعندما يكون الإنسان الشيء محبب إليه ومزين، يبدو خلاص وصل إلى مرحلة التشبع. وفي نفس الوقت كره إليه أو يبغض ما هو نقيض ذلك، وهو يحبب إليه الإيمان ويبغض إليه الكفر، تحبب إليه الطاعات وتبغض إليه المعاصي، يبغض إليه الانقياد لأوامر الله ويبغض إليه الفسوق. إذن هذه هي الصورة التي إن شاء الله يكون بلغناها أو يصلها الإنسان من خلال هذه المسيرة الطويلة فيما يتعلق بالغايات، غاية الرشد. نلاحظ أن غاية الرشد نجدها في قول الله تبارك وتعالى في وسط آيات الصيام. الله تبارك وتعالى أورد غاية الرشد، وكأنما الله سبحانه وتعالى يقول بأن والله موضوع الصيام فيه غايات عديدة جدا، منها غاية التقوى لعلكم تتقون، وغاية الشكر لعلكم تشكرون، وغاية كذلك الرشد لعلكم ترشدون. ونجدها ذلك في قول الله تبارك وتعالى، آية عظيمة جدا من آيات الكتاب، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن النهايات للإيمان بالله والاستقامة على أمر الله أن تكون راشدا، هذه الغاية العظمى. وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أورد مسألة الرشد في موطن فيه تساؤل، ولكن ليس على صيغة يسألونك. القرآن الكريم فيه تقريبا الأسئلة تصل 13 سؤال التي سألها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب. معظمها يأتي يسألونك يسألونك يسألونك، لكن لما جاء هنا في موضوع دعاء الله سبحانه وتعالى لم يقل له يسألونك، حتى لا تدخل موضوع الوساطة هنا، بل قال: وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أي الاستجابة لله، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتظهر عندنا غاية الرشد هنا باعتبارها الغاية الأسمى لأهم أمرين. يعني كل الشريعة لو أردنا أن نقول ما هو يعني أحكام الشريعة كلها تحت أي بنود يمكن أن تقسم، فإنما هو بند الإيمان بالله والاستقامة على أمر الله. قل آمنت بالله ثم استقم. غاية الإيمان بالله وغاية الاستقامة على أمر الله هي أن تكون راشدا. إذا نلاحظ أن الرشد مفهوم مهم جدا وغاية عظيمة من غايات هذا الكتاب العزيز. إذا هي من الغايات القرآنية التي جاءت بصيغة لعلهم يرشدون. لعلهم يرشدون. إذا ما هو معنى الرشد؟ لأنه نحن حريصين حقيقة في موضوع الغايات، أي مفهوم نظهره أي غاية نظهرها لابد أن نتعرف على مفهومها من خلال المصطلح. هو مصطلح قرآني، وبالتالي نبحث عن هذا المصطلح من داخل كتاب الله سبحانه وتعالى. فأفضل من يعرفنا بذاته هو الكتاب، وأفضل بيان للكتاب هو الكتاب، لأن الكتاب نفسه فيه بيانه الخاص وفيه بيان للنبي صلى الله عليه وسلم. وبيان القرآن الكريم أي تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى مراتب التفسير، لأنه يحمل صفة اليقينية. موضوع الرشد من حيث المعنى والاصطلاح نلاحظ أن الرشد يدور حول، من حيث اللغة يدور حول مفهوم التوفيق ومفهوم الهداية. فالإنسان الراشد هو الإنسان الموفق، الإنسان المهتدي، هذا هو الراشد. واصطلاحا هو الذي يضع الأمور في مواضعها، الشخص الذي يضع كل شيء في موضعه فلا يقع في غبن في معاملاته وتصرفاته، هذا يسمى راشد. الذي يعني أشبه ما يكون هنا بقريب من مفهوم الحكمة. الراشد هو الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، ولن يضعها في نصابها إلا إذا توفرت بطبيعة الحال جملة من القضايا، وهذه إن شاء الله سنأتي إليها. ويقابل الرشد السفه، يقابل الرشد السفه، ويقابل الراشد والرشيد يقابله السفيه، وهذه إن شاء الله سنأتي إليها. نأتي إلى موضوع الرشد في القرآن الكريم. الرشد في كتاب الله سبحانه وتعالى، نلاحظ أن كلمة رشد ورشاد ويرشدون ورشيد ومرشد وراشدون، هذه كلها بهذه الصيغ على كل وردت عدة مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتبين لنا عموما هذه الإيرادات. يعني هي وردت 19 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع فيها بهذا الشكل، فيها الرشد والرشد ويرشدون ورشده ورشيد ومرشد والرشاد راشدون، على هذا النحو. كلها تقريبا وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل، يعني 19 مرة. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه مهمة جدا. الآن نلاحظ أن القرآن ينهج معنا صيغة المتقابلات، وهذه صيغة كبيرة جدا في القرآن الكريم، أن المفهوم يتضح لك بنقيضه وما يقابله. فالرشد هنا يقابل معنى إيه؟ الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وأيضا في قوله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذن نلاحظ أيضا هنا الرشد قابل الغي. ووردت عموما عدة مرات في سورة الكهف باعتبارها مطلوب من المطلوبات، فيطلبها الفتية ويطلبها موسى عليه السلام ويطلبها غيره كذلك مما ورد في سورة الكهف عموما، كما قال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ويقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذا نلاحظ أن مفهوم الرشد هو مفهوم واسع ومركزي، وورد في جملة من النصوص القرآنية. ونأتي إن شاء الله إلى، ما دام أنه ذكرت أنه ورد 19 مرة، فإننا نلاحظ هنا أن كلمة الرشد من خلال التتبع لها ومن خلال الاستقراء لهذه المفردة القرآنية نجد أن كلمة الرشد
نقيض وأمر معاكس للغي ومعاكسة للشر، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إذن هي مناقضة للشر ومناقضة كذلك للضر أو الضر، وعكسه الضلال أيضا الضلال. إذن هذه متناقضات الله سبحانه وتعالى من خلال النقائض يبين لك ما المراد بالرشد. فتبين الآن أن والله الغي مناقض للرشد، الشر مناقض للرشد، الضرر مناقض للرشد، الضلال كذلك مناقض للرشد، أيضا الجهل مناقض للرشد. من خلال هذه الوقفة مع آيات الله تبارك وتعالى والمفهوم الذي تدور حوله الآيات في موضوع الرشد، يمكن أن نخلص إلى الإطار الكلي في موضوع الرشد والأركان الأساسية. يعني لو قلنا والله من خلال كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأركان والركائز التي يرتكز عليها مفهوم الرشد في القرآن الكريم، هي 5 أركان أو 5 ركائز يمكن من خلالها إن شاء الله أن يتضح لنا الإطار العام لموضوع الرشد، وذلك يحدد كما ذكرت قرآنيا ومن خلال التتبع لهذه المسألة. ما هي هذه الأركان ال5 التي يرتكز عليها مفهوم الرشد في القرآن الكريم؟ نلاحظ أن الرشد يقوم على منظومة قيم ومنظومة مبادئ ومنظومة مرتكزات تؤسس لنا مفهوم الرشد كبنيان. تصور القرآني الرشد يقوم على 5 أركان. أول ركن من أركان الرشد هو ركن الهدى أو الهداية، وأنا ربما في حلقة من الحلقات أفردت موضوع الهداية بحلقة منفصلة فيه تفصيل كبير جدا، لكن هنا يهمنا أن ندرك أن الهداية ركن من أركان الرشد، فمن لم يكن مهتديا لن يكون راشدا. والهداية نقيض الضلال، الهداية نلاحظ بأنها نقيض الضلال. وهنا نلاحظ أن قمة الهدى أن يتعرف الإنسان على الله سبحانه وتعالى وأن يوحده جل جلاله. فالتوحيد قمة الهدى، التوحيد قمة ما يهتدي إليه الإنسان. ونحن ذكرنا بأن كل الغايات في نهاية المطاف الذي نريد أن نصل به ونريد أن نصل إلى المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأن نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن نتحبب إلى الله عز وجل ونتقرب إليه. يعني في النهاية كل الخلاصة التي نريد من الهدايات هو أن نتعرف على الله الحق جل جلاله، ذلك بأن الله هو الحق، فنريد أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم الهدى، هذا أعظم الهدى. وبالتالي هنا نلاحظ مفهوم الهدى مفهوم مركزي في التصور الذي نتكلم عنه. نخرج فاصل إن شاء الله ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ونواصل إن شاء الله في المرتكزات التي يرتكز إليها مفهوم الرشد في القرآن الكريم. ذكرنا أن أول مرتكز هو مرتكز الهداية، وأعظم هداية يهتدي إليها الإنسان أن يتعرف على الله، أن يوحد الله، أن يجتنب الشرك. هذا أعظم نمط من أنماط الهدايات. وبالتالي الذين كفروا وأشركوا بالله وضلوا عن التعرف على الله سبحانه وتعالى مهما نالوا من الرشد الذي يمكن من الأمور التي تدخل في مفهوم الرشد، لكن يبقى رشدهم ناقصا. هذه مسألة مهمة جدا في تصورنا نحن لموضوع الرشد. الأمر الثاني في موضوع الرشد هو البلوغ العقلي. القرآن يعبر عن موضوع الرشد فإن آنستم منهم رشدا، والرشد هنا هو البلوغ العقلي. ونلاحظ أن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشترط في موضوع التكليف أن يكون الإنسان عاقلا راشدا. فالمجنون ليس مكلفا والصبي الصغير ليس مكلفا. لماذا؟ لأن الرشد مطلوب في الإنسان عندما يراد له التكليف. إذن عندنا موضوع الهداية الشرعية والهداية الإيمانية، عندنا أيضا موضوع البلوغ العقلي والنضج العقلي والنضج النفسي، هذا أيضا موضوع مهم جدا في موضوع الرشد. النقطة الثالثة أو الركن الثالث من أركان الرشد، وهنا طبعا نحن كل مفهوم من هذه المفاهيم له نقيضه. نلاحظ أن البلوغ يقابله أو الرشد العقلي يقابله السفه،
ويقابل أيضا يعني الرشد العقلي دائما يكون مرتبط بموضوع السداد في الرأي وحسن التصرف، وخاصة دلالات هذا الموضوع هو الدلالة المالية، إن آنستم منهم رشدا في موضوع الأموال، وهنا مرتبط معنا الرشد بقضية إيه؟ قضية حسن التصرف في الأموال. وهنا نحن نتكلم عن الرشد على مستوى الفرد، والرشد كذلك على مستوى المجتمع، والرشد على مستوى الدولة. النقطة الثالثة أيضا موضوع الصلاح، الهداية، البلوغ العقلي، الصلاح. والصلاح هنا يخرج بالإنسان من دائرة الصلاح الشخصي إلى الإصلاح المجتمعي. فلن يكون الإنسان راشدا بأن يكتفي بنفسه ويقول والله أنا الحمد لله اهتديت والتزمت خلاص، لا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويدخل الإنسان بمفهوم الصلاح والإصلاح إلى مفهوم الاستخلاف والعمران، وهو الذي ستنتهي إليه عملية الرشد في نهاية المطاف. أيضا عندنا الركن الرابع من أركان الرشد العلم. فلن يكون الإنسان راشدا إلا إذا نال قسطا من العلم في أموره الشرعية والدينية وفي أموره كذلك الدنيوية. ولا يمكن للمجتمع أن يكون مهملا للعلم أيا كان العلم النافع والذي أفردنا له حلقة خاصة. إن لم يكن المجتمع مهتم بقضايا العلم والعلوم والاكتشافات فإنه ينقص كذلك بمقدار ما نقص من العلم ينقص مفهوم الرشد. وهنا نقيض العلم طبعا هو الجهل، فالجاهل يجانب الرشد، الجاهل يجانب الرشد. خامسا وأخيرا في أركان موضوع الرشد هو موضوع النفع العام والنفع الخاص، مفهوم النفع والإفادة والاستفادة واجتناب الضرر واجتناب ما هو ضار. هذا أيضا مفهوم مركزي في موضوع الرشد. وهذا النفع تحديدا مرتبط بتحقيق غاية العمران في الكون التي هي ملازمة لموضوع العبودية لله سبحانه وتعالى، وغاية من الغايات الأساسية في الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالنفع هنا مبدأ رئيس وقيمة للعمران بصفته الملازمة وهي المكوث في الأرض. فالنافع دائما يمتد أثره في البناء الإيجابي ويفيد الإنسان في وراثة الأرض وتعميرها. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. النفع هنا يقابله الضرر، والضرر بطبيعة الحال يعني نفته الشريعة، الضرر يزال، وقاعدة الضرر قاعدة عظيمة جدا. هنا الآن بهذه المقدمة أريد حقيقة في موضوع الرشد، لأنه موضوع واسع والوقت لا يتسع لأكثر من حلقة، أريد أن أذهب مباشرة إلى مفهوم الرشد على مستوى النظام السياسي. نلاحظ الآن في عالمنا المعاصر وكذلك في تاريخنا الإسلامي يحتل مفهوم الرشد باعتباره مفهوما مركزيا، وباعتبار أن حالة الفرد ورشد الفرد ورشد الفرد ينعكس على المجتمع، ورشد المجتمع ينعكس على المنظومة السياسية للدولة أو للخلافة العامة. فإننا نلاحظ هنا نرتقي مباشرة بالرشد إلى النظام السياسي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد لنا بصورة واضحة أن هنالك شيء يسمى الخلافة الراشدة، هي التي تحقق مفهوم الرشد على مستوى النظام السياسي. والصحابة لما وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أهل رشد قال أولئك هم الراشدون، حبب إليهم الإيمان زينه في قلوبهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، قال أولئك هم الراشدون. إذن لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راشدين في أنفسهم وراشدين على مجتمعهم، أدى ذلك إلى أن ينعكس هذا الوضع إلى الرشد على مستوى النظام السياسي. فكانت الحالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة مباشرة هي حالة الرشد السياسي التي سميت بالأحاديث الصحيحة الخلافة الراشدة، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. إذن حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم نموذج الرشد. إذن عندنا نموذج النبوة وهو النموذج الكامل الذي تسعى إليه كل حالات المؤمنين تسعى إلى الاقتراب من نموذج النبوة، لكن النموذج الأقرب للنبوة هو نموذج الحكم الراشد. فنأتي إلى موضوع الرشد في النظام السياسي. كلمة الرشد تمتد من الفرد إلى المجتمع والنظام السياسي العام لبلورة منظومة سياسية راشدة لها معالمها التي تلي مرحلة النبوة في الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ويشكل مفهوم الحكم الراشد
مقاربة سياسية حديثة الآن في واقعنا المعاصر. نلاحظ الآن كثير من المجتمعات تتكلم عن الحكم الرشيد والحوكمة الرشيدة، والحديث عن مفهوم الرشد باعتباره هو مفهوم كما ذكرت مفهوم مركزي في المجتمعات. كلما استطاعت أن تبلغ صفات الرشد من حيث الهدى، من حيث العلم، من حيث رفع الفساد ومجانبة الفساد ومحاربة أيضا الأضرار ومساهمة في النفع العام، اقتربت من مفهوم الرشد في إطار التصور الذي نتكلم عنه. وهنا نلاحظ هنالك كثير من المؤشرات صارت تعبر هل هذا النظام الآن في واقع المعاصر، حتى الاتجاهات الوضعية بدأت تتكلم عن الحكم الرشيد وكيف يمكن أن يتحقق هذا الحكم الرشيد. فهنالك مؤشرات للجودة السياسية الهادفة إلى الاستثمار الأمثل في الموارد المادية والبشرية والمعرفية للدولة بأعلى مستوى ممكن من الكفاءة والشفافية والفعالية عن طريق إقرار سيادة القانون والنزاهة والتناوب على الحكم وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة والمساءلة. هذا باختصار الآن ما تسعى إليه الشعوب في واقعنا المعاصر، هي كيف تستطيع أن تحقق رشدا سياسيا في أنظمتها السياسية. طيب نحن كيف يمكن أن نحكم على نظام بالنسبة لنا في تصورنا الإسلامي؟ كيف يمكن أن نقول بأن والله هذا النظام نظام راشد أو أنه ليس نظاما راشدا؟ يعني كيف نستطيع أن نصبغ المفهوم الذي تكلمنا عنه من خلال الأركان الخمس؟ سنلاحظ الأركان الخمس أساسية في موضوع الرشد، لكن هنا أنا أريد أن أتحدث عن موضوع النظام السياسي ومدى اقترابه من موضوع الرشد. أول مفهوم يعني لا يمكن أن يوصف به نظام سياسي أو إذا جرد نفسه منها أن يوصف بأنه راشد هو حاكمية شريعة الله سبحانه وتعالى. فأهم معلم عندنا في أن والله هذا النظام نظام راشد أو غير راشد، ننظر إلى مدى حاكمية الشريعة في هذا النظام السياسي. هل والله حركة المجتمع محكومة بشريعة الله، محكومة بالهدى من الله، محكومة بتوحيد الله، محكومة مقصد الصيرورة إلى الله سبحانه وتعالى، محكومة بالرقابة الأخروية بمعنى أن هنالك يوم آخر يتجه إليه الناس، أم أن هذا المفهوم مغيب، مفهوم الشريعة مغيب وبالتالي الناس تحكمهم الأهواء؟ إذا كان تحكمهم الأهواء بطبيعة الحال بقدر ابتعادهم عن شريعة الله يقتربون من السفه، يبتعدون عن الرشد ويقتربون من السفه، وكلما اقتربوا من السفه أو ابتعدوا من الرشد حصل الغي، حصل الجهل، حصل الضرر، حصل الجهل إلى غير ذلك من القضايا التي ذكرناها. هذه أول قضية. النقطة الأولى هي حاكمية شريعة الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية هو سلطان أمة الإسلام وتعبير هذا السلطان من خلال الاستخلاف والتمكين. يعني الأمة أن تكون سيدة نفسها، ليس عليها وصاية خارجية أو هيمنة خارجية أو نفوذ خارجي، وليست عليها أيضا حالة اختطاف واغتصاب داخلي كما هو الآن أنظمة الاستبداد. فمتى ما رأيت نظاما سياسيا مستبدا أو نظاما يتسم بالتبعية السياسية للخارج أو السطوة الخارجية عليه كبيرة أو نفوذ الأجنبية عليه كبير وجعل الله سلطان الكافرين على المؤمنين، فاعلم أن المجتمع هنا فارق الرشد ويعيش في دائرة أخرى. يعني هذه مسألة مهمة جدا. والتعبير الأمثل لموضوع السلطان الحقيقي للأمة، سلطان الأمة، هو ممارستها للشورى. هذه الشورى تمارسها الأمة من خلال توليتها لولاة أمرها ومراقبة ولاة أمرها وكذلك متابعة أحوالهم ثم عزلهم إذا ترتبت هنالك أخطاء توجب عزلهم. هذا مفهوم مهم جدا في موضوع الرشد. يعني الأمة الراشدة والمجتمع الراشد هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة في موضوع أيضا الرشد هو أن المجتمع يقوم أيضا بعد أن أقام نظامه السياسي على حاكمية الشريعة وعلى سلطان الأمة وتعزيز الشورى، أيضا هذا المجتمع يقوم فيه الأمر على التعاقد ما بين ولاة الأمر وما بين الرعية على قاعدة السمع والطاعة من جهة وعلى قاعدة إقامة العدل من جهة أخرى. وهذه مسألة مهمة جدا في موضوع النظام السياسي الذي يسمى نظاما راشدا. النقطة يعني هنا موضوع السمع والطاعة. إذا المجتمع قائم على التعاقد وقائم على الشريعة وقائم على الشورى وأن من تولى أمره لم يكن مقتصبا للسلطة إنما جاء باختيار الناس، هنا يلزم أن هذا المجتمع أن يعين هذا ولي الأمر
فيما يريد أن ينفذه من مشاريع، وهنا ندخل إلى مفهوم السمع والطاعة في إطار مفهوم الرشد. رابعا، أيضا لا يمكن أن يسمى النظام السياسي نظاما راشدا ونطلق عليه مفهوم الرشد إلا إذا تحققت العدالة بكل مستوياتها. وأنا تكلمت عن مفهوم العدل أو غاية العدل في حلقة منفصلة، ولكن هنا نربط العدل مع الرشد، فالعدل له علاقة مباشرة بموضوع الرشد. أخيرا نلاحظ أن النظام أيضا ليكون نظاما راشدا فإنه يعمل على حفظ الموارد الأمة المالية والبشرية، ويعمل على تقسيمها بالعدل. وفي حالة خروج منظومة النظام السياسي عن العدل فإننا نكون أمام إشكالات كبيرة جدا فيما يتعلق بفقدان الشرعية السياسية وزيف التمثيل السياسي وتزوير الإرادة الشعبية وانفراط الوحدة السياسية وحصول الاضطراب السياسي وكبت الحريات ومصادرة الشورى وتضخم مفهوم السلطان في المجتمع وضمور قوة ونفوذ المجتمع وحركة الأمة، ويحصل بعد ذلك ما تنتهي إليه الحالة وهو الظلم والفساد والفشل السياسي، كل ذلك بسبب مفارقة الرشد في حركة الأمة وحركة المجتمع وحركة الأفراد. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.